وقفت امرأة على باب الأمير فسألها الخادم: من تريدين؟ قالت: أريد الأمير. قال لها: ومن أنت؟ قالت: أنا أخت الأمير. كان الخادم يعلم أن ليس للأمير أخوات لا ذكور ولا إناث، ولكن دخل على الأمير: يا أمير. قال: نعم. قال: هناك من تدعي أنها أختك. قال: أدخلها في الحال. فلما دخلت المرأة وقف الأمير مندهش في وجه المرأة وقال لها: من أي أخواتي أنت يا امرأة؟ قالت: أنا أختك من آدم. فقال الأمير: رحم مقطوعة، شاء ربي أن أصلها. الآن ماذا تريدين يا امرأة؟ قالت: ربما يخفى على مثلكم يا أمير أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيء ليوم التلاق؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اندهش الأمير، قال لها: أعيدي علي ما قلت يا امرأة. قالت: ربما يخفى على مثلكم يا أمير أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيء ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: أعيدي علي ما قلت يا امرأة. قالت: حسبك يا أمير، فإن في الإعادة ذل، وأنا لا أذل نفسي إلا لله. قال: والله يا امرأة لو عدت علي مقالتك 1000 مرة لأعطيتك مع كل مرة 1000 درهم. يا خادم. قال: نعم يا أمير. قال: أعطوها من العبيد 10، وأعطوها من الإماء 10، وأعطوها من الجمال 10، وأعطوها من النوق 10، وأعطوها من الغنم ما تشاء، وأعطوها من المال فوق ما تشاء. كل هذا أعددناه ليوم التلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق. والسلام عليكم واستودعتكم الله. لا تنسوا اللايك ومتابعة بس. يسعدكم جميعا.